واحد صاحبي في الامارات اتخانق مع مراته بسبب ان مراته عايزه هديه الماظ وهو عاوز يجيب لها ذهب، لان الالماظ بيخسر والذهب بيكسب. اتدخلت في الكلام وقلت له الكلام دوت غلط. في واحد اسمه فرغلي للمجوهرات بيبيع الماظ وبيقول لك ان الالماظ ما بيخسرش مع فرغلي. قلت له ازاي؟ قال لك يعني قطعه الالماظ اللي هتشتريها من فرغلي لو جيت بعد 3 شهور هيشتريها منك بنفس السعر اللي انت اشتريتها منه. يعني بقى لو اشتريت قطعه ب 10000 بعد 3 شهور هيشتريها منك ب 10000، بس لازم تكون شاريها من عند فرغلي، لان الالماظ اللي عند فرغلي سبيشال اوردر جايه من ايطاليا. ده انت قطعه الالماظ اللي هتشتريها من عند فرغلي ب 5000 درهم هتروح المول هيبيعها لك ب 15000 و20000، لان فرغلي فاتح مكتب الماظ فالكوست بتاعه قليل، فهيبيع لك الالماظ بالسعر اقل من المول ده. وكمان يا جماعه عنده قسط على تابي. مستني ايه؟ العيد داخل علينا وعيد الام وعيد الحب. خلي هديتك الماظ وكل واحد بيجيب قيمته. الارقام والعناوين تحت في الديسكريبشن. مع فرغلي الالماظ سهل.